ايه ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد معاكم ايجيبشن كيوب رامي مجدي. وفيديو النهارده معانا 3 اكزامبل سولفز او امثله حلول للمحترفين. لا مش ده ولا ده. ايوه، مين ده؟ المهم يلا بينا. اول حل معانا الكروس بيسز موجوده هنا وهنا. ف احسن حل في دماغي ان انا اجيب الايدج دي هنا كده كده كده. نبقى حلينا التلاتة دول. بعد كده دخل ضرب حركة 2 3 كده. عندنا اول بير فري بير، فمجرد انك تلف وتدخله مكانه، يعني تلف المكعب وتدخله مكانه. بس في ملاحظة مهمة. انت دلوقتي عندك اختيارين، يا اما هتلف المكعب الناحية دي وتحل البير، يا اما الناحية التانية وتحله لورا. وده طبعا هو الحل الاحسن، عشان انت دلوقتي لما تحله لورا قدامك التلاتة مش محلولين، اللي عايز تحلهم موجودين قدامك. بعد كده عندنا الاتنين دول. كتير بيحلوا الحالة دي ازاي؟ ان هما بيلفوا المكعب الناحية دي، يوصلوا الاتنين، بعد كده يلفوا يحطوا البير هنا. طبعا في حل احسن بكتير، ان من وانت الناحيه دي من غير ما تلف المكعب، مجرد انك تحط الكورنر هنا وترفع الادج بالشكل ده، الاتنين بقوا جاهزين عشان تدخلهم هنا. بعد كده الاتنين دول ممكن تدخلهم بالشكل ده لو مش عايز تلف. بعد كده اخر بير، لما يكون عندك الشكل ده بتخبي الكورنر، تجيب الادج هنا، بعد كده ترجعه تاني. او ال ال وبي ال ال جيبر من غير اي او اف. الحل اللي بعده يلا بينا. حلو قوي. الكروس فيسز موجوده هنا وهنا. الكروس دي سهله جدا، مجرد انك هتحط الايدج دي ورا هنا، هننزل الاحمر، بعد كده الازرق، بعد كده الاورنج. بعد ما فكرت تاني احنا ممكن نعمل حاجه اسمها اكس كروس، بمعنى انك تحل الكروس واول بير في نفس الوقت. شوفوا هنعمل ايه. نودي ايدج الاخضر هنا زي ما قلنا، بعد كده بدل ما انزل الاحمر كده وخلاص، انزله كمان واحده عشان احافظ على الايدج دي. انزل الازرق وارفع الايدج تاني، بعد كده اعمل L2 ودي. كده عملنا اكس كروس. لو عايزين تيتوريال عن الاكس كروس قولوا لي. طيب بعد كده اول بير هنحلو الاتنين دول. اول اتنين دول مش فارقه كتير، انا دي اول حاجه شفتها فهبدا بيها. بعد كده الاتنين دول، واخر حاجه الكورنر والايدج دول بالشكل ده. والاتنين دول من ورا ممكن احلهم كده. اورال اها، و ايبر من غير اي او اف. يلا بينا. الكروس بيسز موجوده هنا وهنا. فاللي هنعمله ان احنا الاول نحل الازرق في مكانه، نودي الاخضر هنا، او مش لازم ننزل الاحمر دي برايم، بعد كده نحل الاتنين دول كده. وهنا كان ممكن برضو نعمل اكس كروس. هنعمل حركه اسمها كي هول. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك الايدج موجود فوق والكورنر اوريدي محلول، ممكن انك تبعد الكورنر كده، تدخل الايدج مكانها، وترجع الكورنر تاني، بكده تبقى حلت ده. نعمل الاتنين دول بالشكل ده من غير ما تلف مكعب. الاورنج ازرق لورا. وانا في حركه كويسه ممكن تعملها، بدل ما تدخل البير على طول كده يبقى عندك الحاله دي، ممكن تحل الاتنين دول الاول. بالشكل ده. بعد كده هيبقى لك الايدج لسه سليم، البير لسه سليم. اول وجي بيرم.
تركاية كويسة ممكن تتعلمها. انت دلوقتي من الناحية دي عرفت ان هي جي بيرم. تعرف منين البلوكة موجودة بعيد ولا قريب عشان تعرف يعني حالة من الاتنين؟ بص يا سيدي، لو شفت اللونين دول عكس بعض يبقى البلوكة موجودة بعيد هنا بالشكل ده، فتعرف الحالة وتعملها من غير ما تحتاج تفضل تبص كتير. اما مثلا لو كان عندك الشكل ده هتشوف الاتنين دول مش عكس بعض يبقى البلوكة موجودة قريب هنا. طبعا ده لو انت حافظ فول بي ال ال يعني.